الاهلي وسيراميكا في بدايه الدوري المصري، والاهلي بيكتسح سيراميكا بخماسيه. تقدم النادي الاهلي الشحات في الدقيقه 4، ثم تعادل بالحاج لسيراميكا في الدقيقه 24 من ضربه جزاء، ثم تقدم وسام ابو علي في الدقيقه 47 من وقت بدل الضعف في الشوط الاول بالهدف الثاني. في الشوط الثاني تقدم وسام بالهدف الثالث للنادي الاهلي في الدقيقه 46، ثم احرز الشحات الهدف الرابع في الدقيقه 60، واحرز طاهر محمد طاهر الهدف الخامس في الدقيقه 68، ثم قلص النتيجه القندوسي لسيراميكا في الدقيقه 78. في الشوط الاول برغم تقدم النادي الاهلي، ولكن سيراميكا كان الافضل في كل شيء، استحواذ وضغط وفرص كتير ضايعه. الشوط خلص على تألق الشناوي وضعف في دفاع النادي الاهلي. الشوط الثاني كولر عمل تغييرين بنزول قفشه وخالد عبد الفتاح مكان كوكا ويوسف ايمن لتعديل الاداء، ونزل لاعبي الاهلي بضغط كبير، وفعلا كان شوط مختلف كليا عن الشوط الاول، عدا غلطه هدف سيراميكا اللي سجله القندوسي. اداء الاهلي النهارده كان عكس الاداء امام العين، وده يمكن بسبب تلاحم المباريات والسفر الكتير، واكيد ده بيعمل اجهاد للعيبه، ولكن هفضل اقول النادي الاهلي محتاج لتدعيمات. الحاجه الثانيه ودي بخصوص كولر، الفرقه محتاجه حد زي امام عاشور مهاري وبيقدر يصنع الفارق، وانت عندك عمر الساعي، ليه بتخرجه من التشكيل؟ بس اول مره من ساعه تولي كولر في نزعه هجوميه، وانك ما تكتفيش بهدف ولا اتنين، لا زود اهداف. كمان عجبني مستوى طاهر محمد طاهر، الراجل شغال على نفسه كويس جدا ومش بيبص لاي انتقادات. بدايه قويه للنادي الاهلي ويا رب تستمر. ولو عايز تعرف اخر اخبار الرياضه اعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. صلى على حبيبك النبي. سلام.